بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النادي الأهلي بيفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويصعد لمقابلة بيراميدز في نهائي كأس مصر. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. الأهلي بيبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد شناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، ورامي ربيعة ومحمود متولي اتنين مساكين. في نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج، قدامهم محمد فخري، على يمينه حسين الشحات وعلى شماله احمد عبد القادر. وفي الهجوم المفاجأة الكبيرة كانت محمود عبد المنعم كهربا. النادي الاهلي بيبدأ المباراة بشكل مثالي باحراز هدفين في اول 11 دقيقة ومساعدة الهاني سليمان، الله يبارك له. الهاني سليمان الحمد لله ربنا يرحمنا منه، عشان هاني سليمان معروف طبعا بتضييع الوقت، وبوستاته اللي كان كاتبها قبل الماتش الحمد لله اتقلبت عليه في اول 11 دقيقة. وطلع في الدقيقة 16 او بعد احراز الاهلي الهدف الثاني طلب التغيير الهاني سليمان بعد ما تسبب في احراز هدفين، وطلع الهاني سليمان ورحمنا من تضييع للوقت. هاني سليمان بيضيع وقت في حياته العادية. الهدف الاول احرزه احمد عبد القادر، كانت كبره من على اليمين، انطلق محمود عبد المنعم الكهرباء الفولت العالي اللي راجع بقوه وبيلعبها عرضيه بتعدي من الهاني سليمان، بيكملها احمد عبد القادر في الجون الفاضي. الهدف الثاني محمود عبد المنعم الكهرباء بيستلم كرة على ال 18، بيستلمها على وش رجله ويريحها لحمدي فتحي اللي بيشوطها بتعدي من تحت ايد الهاني سليمان، ويحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 11. هدفين في 11 دقيقة كانوا تسببوا خلاص في قتل المباراة وتغيير هاني سليمان اللي طلع بالسلامة. الأهلي بيكمل المباراة بقوة زي ما هو بدأ. كان فيه هجوم ناري على سموحة من الجنب اليمين محمد هاني وحسين الشحات، والجنب الشمال علي معلول وأحمد عبد القادر، وفي النص محمود عبد المنعم كهربا، وتألق كبير جدا للاثنين اليو ديانج وحمدي فتحي اللي ماليين نص الملعب. في الدقيقة 35 وكانت المفاجأة والخبر السار والخبر اللي كان كل جمهور الأهلي منتظره، حسين الشحات المتألق برضو جدا الأيام اللي فاتت والماتشات الأخيرة، بيستلم كرة على وش رجله وبيرقص كويس جدا وبيهيئها لمحمود عبد المنعم كهربا، بيديله هدية، بيحرز الهدف الثالث في مرمى عمر صلاح ومرمى سموحة. والهدف الأول لمحمود عبد المنعم كهربا بعد عودته المشاركة. محمود عبد المنعم كهربا آخر ماتش شارك فيه كان مع فريق التركي هاتاي سبورت في شهر 5 اللي فات. وكانت الفرحة وانطلقت الفرحة في مدرجات استاد القاهرة احتفالا بعودة محمود كهربا واحتفالا بهدف محمود كهربا الشخصي، ونتمنى ان محمود كهربا يكرره ان شاء الله في مباراة الزمالك يوم السبت ان شاء الله. وبعد نهاية الشوط الاول بثلاثة اهداف مقابل لا شيء، بيبدأ الشوط الثاني كالعادة. برضو الاهلي بيلعب برضو مش عايز يغامر، ولكن النقطة السيئة الوحيدة في المباراة هي ضربة الجزاء اللي اتحسبت على رامي ربيعة في الدقيقة 87. خطأ ساذج جدا من رامي ربيعة، عدى منه حسام حسن، اضطر انه يعرقله. الكرة ضربة جزاء صحيحة ما فيهاش كلام، مش محتاجين نرجع للفار ولا اي حاجة، لان رامي ربيعة تهور من رامي ربيعة في التاكلينج على حسام حسن. مكاسب المباراة ما كانتش الفوز الاهلي بس بثلاثة اهداف، ولكن عودة محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة وعودته للتألق واحرازه هدف وتسبب فيه واسيست هدفين لحمدي فتحي واحمد عبد القادر. ولكن المكسب الكبير برضو تاني هي مشاركة الطيور الجديدة والوجوه الجديدة للنادي الأهلي. كريستو لاعب النجم الساحلي شارك، مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري لاعب الأهلي الجديد شارك، خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن شارك، وكده مارسيل كولار بيحاول يدخل كل اللعيبة الجديدة معاه في المباراة، لأن المباراة كانت انتهت خلاص، انتهت إكلينيكيا، وكله شارك وقته كويس جدا ووقت مثالي. وإن شاء الله كل اللعيبة تكون مستعدة لمباراة الزمالك يوم السبت، واستعدوا لكأس العالم للأندية اللي هتتلعب في المغرب بإذن الله. وكل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمة، مباراة السبت مع الزمالك ومباراة كأس العالم للأندية في المغرب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.